زتونة اليوم النهاردة ليك انت يا برنس الليالي. لا لا، منفعش، مش هتليق. برنس اللتاتين. مصيبة سودة لو في حد في حياتك بهذه النوعية. يكون راجل، لا برضو مش راجل، مش هينفع، مش هتليق برضو. ذكر لتات ورغاي، لان طول عمرنا بنسمع ان الست او البنت هي اللي رغايه ولتاته، لكن لما تلاقي ذكر هو اللي لتات ورغاي، دي تبقى مصيبه سودة وداهيه. يعني في هذه اللحظه لازم تهربي واوعي تفرحي ان انت ليكي صديق بيقعد يرغي معاكي ويتكلم معاكي على اللي رايحه واللي جايه. لان لما تلاقي شخص بهذه النوعيه المقززه، لما يتكلم على واحدة مثلا كان يعرفها قبلك، مرتبط بواحدة قبلك لو كنت مرتبطة بيه يعني، او بيتكلم على صديقة ما بقاش يكلمها، حصل خلاف بينهم فعمال يتكلم عليها بطريقة مش حلوة، لت او يقعد يتكلم على البنات والستات اللي رايحة واللي جاية زي الستات اللي قاعدين على المصاطب. هذه النوعية ايه يعني هتحترميه وتحبيه على اساس ايه؟ هو يعني ايه كلمة راجل يا حبيبتي قلبي؟ يعني ازاي تأمني له؟ اوعي تفرحي لما تلاقي شخص بهذه النوعية قاعد بيرغي معاكي وبتاع، ما تفرحيش، لان مفيش حاجة اسمها راجل. هو راجل مفروض يلت ويعجن ويرغي. الراجل يعني راجل، ما بيرغيش ويلت ويعجن على الستات وعلى اي حد حتى. ما ينفعش تحترميه اساسا. يعني بالعكس، الراجل اللي عنده نخوة لما يلاقي الست بترغي وتلت وتعجن هو اللي يوقفها. ده الراجل بطبيعته. الراجل مش لتات ومش عجان، بالعكس، وما يحبش الرغي الكتير. فده هي سودة ان هو كمان اللي بيرغي ويلت ويعجن. فده ازاي هتحترميه وتأمنيه على نفسك؟ خدي بالك. يعني سواء بقى حد صديق او حد مرتبطه بيه، ده استحاله تأمني له، لان زي ما بيتكلم على غيرك سواء حد كان يعرفه قبل كده او على الرايحه واللي جايه، يبقى هيتكلم عليكي في يوم من الايام. ما ينفعش، ما تفرحيش بالنوعيه دي الا لو انت زيه. لو انت زيه يبقى ربنا يوفقكم. لا، من ربنا يوفقكم ايه، ربنا يكحمكم لا تاخدكم انتوا الاتنين مع بعضيكم. تمام. مجمع الا موفق. لكن في بنات يعني بيور يا عيني وصافيه كده، ممكن ما تاخدش بالها من الحاجات دي. لا، خدي بالك عشان هذه النوعيه يتخاف منها. اوعي تأمني لها. خلاصه الكلام يا برنسيسة الجميلات، نقي